تعرفون منو صاحب أكبر مكتبة شخصية إسلامية شيعية بالعالم؟ هاي قصة ومعلومة ويمكن لأول مرة راح تسمعها. صاحب أكبر مكتبة بالعالم هو السيد شهاب الدين المرعشي النجفي. بس شلون بلا زحمة قدر المرعشي يجمع كل هاي الكتب ويأسس مكتبته؟ المرعشي كان يسافر أيام وأشهر للبحث عن المخطوطات النادرة والمهددة بالضياع. فشوف للمرعشي وين سافر بس حتى يجمع المخطوطات. راح للهند وراح لمصر وراح لتركيا وراح لأفغانستان وراح لإيران. انت متخيل؟ بحيث نعرف بهذا الشيء والعنده مخطوطة نادرة ما ينطيها لأي أحد إلا يسلمها للمرعشي بنفسه. تخيل هذا واحد من المواقف اللي صارت وياه وهو يجمع المخطوطات. مرة من المرات حصل على مخطوطة نادرة كلش عجبته بس ما عنده ثمنها. تدري ايش سوى؟ عرض ملابسه للبيع في سبيل يشتريها، وبنفس الوقت عرضوا عليه بيع مخطوطة نادرة وبمبلغ ضخم. شنو سوى؟ رفض وقال لهم العلم لا يباع بالذهب. وتدري المرعشي أول عالم إسلامي صمم نظام فهرس دقيق بحيث الفهرس مالته كان مكون من عنوان المخطوطة، مؤلف المخطوطة، نسختها والنسخ الأخرى اللي موجودة بالمكاتب العالمية. هذا مو جهاز حاسوب ولا أكثر، هذا شخص واحد هيك قدر يسوي. بس بلا زحمة ما عرفنا ايش قد عدد الكتب والمخطوطات اللي موجودة بمكتبة المرعشي. قبل لا تنصدم بالاعداد هسه المفروض تخلي لايك وتتابعني. كان بمكتبة المرعشي اكثر من 1,000,000 كتاب مطبوع، ومو بس هيك كان بها عشرات الالاف من المخطوطات الاصلية، لان كل حياته خلصها بجمع المخطوطات حتى قبل ما يأسس المكتبة. ومن اسس المكتبة وانعرف صارت الناس والجامعات والمؤسسات هي اللي تتبرع له بالكتب والمخطوطات النادرة. اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو ولو معلومة بسيطة، شاركه ويا غيرك وخليه همنا يستفاد. اشوفكم فيديوهات اخرى، مع السلامة.